الحقيقة انه ريال مدريد خسر من بنفيكا في الدقيقة الثانية، لانه تلقي تشواميني لبطاقة صفراء من الدقيقة الثانية كان رسالة انه هاي المباراة رح تكون مليئة بالالتحامات، ولاعب الارتكاز اللي هو اساسا بمسك الفريق ما رح يكون بيومه، لانه ما رح يقدر يضغط على حامل الكرة خوفا من الانذار الثاني والبطاقة الحمراء. فعليا ريال مدريد كمان يعني هاي المباراة اثبتت له انه عنده مجموعة من اللاعبين اللي هم تفاحات فساد او اشخاص يجب التخلص منهم وتنظيف الفريق مهما كان اسمهم كبير، لانه فعليا في مجموعة من اللاعبين ادائهم متراجع. يعني عندك من بيلينغهام، تشواميني، فالفيردي، روديجر، ألابا، كارفاخال، مندي، كل هاي الاسماء بصراحة يجب التخلص منها، لانه ريال مدريد فعليا بحاجة لبناء مشروع واضح وفريق يكون عنده فكرة وشخصية واضحة. أما موضوع الترقيع وإنه جماعة اللاعبين لازم يكونوا سعداء ولسعادة اللاعبين أهم من التكتيك، هذه فعليا فكرة فاشلة حاول يقنعنا فيها فلورنتينو بيريز، ولكن حاليا كل النتائج والمؤشرات بتحكي انها فكرة فاشلة حتما، ويجب ان نتخلى عنها لحتى نقدر نبني فريق اروع على المستقبل. الحقيقة دائما الاعتراف بالمشكلة هو اول جزء واهم جزء لحل المشكلة، لأنه إذا أنت مش معترف بالمشكلة الأصلية إنه ما عندك جودة في الفريق، معناها رح نضل نعاني على المدى الطويل. وفعليا كل الفرق عمالها كل يوم بتتطور، يعني برشلونة ما بين الموسم الماضي والموسم الحالي واضح إنه في تطور كبير جدا، وسمعة الفريق عمالها بتتراجع في إسبانيا وفي أوروبا بشكل عام. ويعني حرفيا ريال مدريد صار ملطشة اللي ما له شغلة، اللي أي فريق بالعالم بيجي عنده مهاجم رأس حربة إن شاء الله جاي من الشارع بيقدر يفوز على ريال مدريد. فعليا هاي الفكرة مؤذية نفسيا للعيبة، مؤذية نفسيا للجمهور، مؤذية نفسيا للجميع. يعني فعليا حتى مبابي اعترف إنه مش مقبول إن إحنا كريال مدريد إن في مباراة نلعب ومباراة لا، مباراة نقدم أداء مباراة نكون سيئين، هذا إشي غير مقبول وهذا إشي ما بيحقق بطولات. لكن يجب أنه صوت مبابي يتجاوز كونه مجرد تصريح، ولازم يوصل لأنه يصير إشي يبنى عليه للمستقبل.